optimum ovarian hyperstimulation او optimum controlled ovarian hyperstimulation. يعني ايه اللي انا بقوله دوت؟ يعني ازاي نحقق الاستفادة القصوى من هذا المبيض علشان يطلع أكبر عدد ممكن من البويضات الجيدة. مش يا فرحتي طلعت بويضات وخلاص، لا، المبيض ده بتاع الست دي اللي عندها 41 سنة ممكن يطلعني 7 بويضات. لما طلع منه بويضتين يبقى أنا ما اديتهاش العلاج المظبوط. لما طلع منه 8 9 والثمانية 9 كلهم فيهم مشكلة، طبعا هو ده ممكن يحصل، بس عشان ما يتفهمش كلامي غلط، ممكن واحدة يكون عندها المشكلة دي وبتبقى محتاجة عناية وصبر وتجهيز. يعني صعب جدا ان واحدة تطلع عدد بيضات كبير ويبقوا كلهم جودتهم مش كويس. ولكن اللي اقصد اقوله ما يبقاش عندي مبيض يطلع 17 18 بيضة واطلع منه بيضتين يبقى انا دكتور كده مش مظبوط. ما يبقاش عندي مبيض ممكن يطلع 5 بيضات واطلع منه بيضة واحدة، برضه يبقى في حاجة مش مظبوطة. فهي الفكرة فكرة الاوبتيمم كنترولد اوفاريان هايبرستيميوليشن دي الواقع احنا مش بنوصل لها الا بعد فتره طويله جدا من الشغل واكتساب الخبره. مش بس كده، كمان احنا بنبقى عارفين باذن الله طبعا وبتوفيقه، التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى وحده، ان هو يوفق الدكتور لاختيار البروتوكول المناسب والتوقيت المناسب. في توقيت مثلا انا شايف فيه المريضه بتاعتي لا احنا مش هنبدا خالص الشهر ده، احنا عاوزين نصبر شهرين. في توقيت تاني انا شايف فيه المريضه بتاعتي لا يلا نبدا على طول دلوقتي كده هنحقق احسن استفاده. في توقيت ثالث انا ممكن اقول للمريضه بتاعتي احنا هنوقف البرنامج في النص، وانا عندي من الشجاعه اني اقول للمريضه بتاعتي كده، لاني عارف انها لو كانت صرفت لها شويه فلوس هتصرف قدهم 3 مرات وهتطلع بنتيجه مش كويسه. انما لو كنا صرفنا مبلغ ما، انا اسف على كلمه شويه فلوس دي يعني، ولكن انا اقصد ان احنا صرفنا مبلغ ما هنصرف قده 3 أضعاف وهنحصل على نتيجه مش كويسه لو كملنا. لكن احنا لو وقفنا دلوقتي هنخسر شويه فلوس بس هنكسب بعدين مكسب كبير، لانه احنا لما هنعيد من الاول تاني اكتشفنا حاجات المبيض ده بيعملها حركات نص كم كده وبيعملها خادعه، فمش هيخدعنا تاني. ففي المره التانيه لما نيجي نعمل التنشيط هناخد بالنا من الحاجات دي، فهنحقق من المبيض الاستفاده القصوى. وبناء عليه عاوز اقول ان احنا ممكن جدا 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 نضر المريضه من حيث ذهبنا ان ننفعها. يعني عندنا بروتوكول الطويل والبروتوكول القصير، بروتوكول الانتاجونست، بروتوكول البروجستيرون برايم، ده حافظين مش فاهمين. يلا انت هتعملي ايه جهاز تقول هعمل لك بروتوكول البروجستيرون برايم، ويكون البروتوكول ده مش يناسب الست دي خالص، ويبقى انا ضريت الست ديت ودفعتها فلوس كتير قوي على الفاضي. طيب اللي المفروض يتعمل هو tailoring and personalization. يعني ايه؟ يعني التفصيل والتخصيص. يعني كل مريضة يتعمل لها برنامج غير التانية، كل مريضة يتشاف ايه اللي ممكن يتعمل لها. انا ممكن اعمل ل7 8 مريضات في نفس الوقت نفس البروتوكول، بس انا شايف ان هو مناسبهم، وممكن اعمل لل7 كل واحدة بروتوكول مختلف، اعمل لهم 7 بروتوكولات كل واحدة غير التانية، لان انا شايف ان دي غير دي غير دي. كلامي المرة دي مش موجه للمرضى بشكل قوي، ولكنه موجه للدكاترة بشكل اكبر. مش منطقي يا زميلي العزيز ان انت عندك مريضه انه نقدر نقول عليها ايه نورمال ريسبوندر وتدخلها تطلع منها بويضه واحده علشان انت قريت بيبر بتقول ان انت المفروض تدي مش عارف اقراص ايه لمده 5 ايام وبعدين تكمل عليها بحقن ايه. لا انت كده سوري يعني ما انتش امين على المريضه بتاعتك. انما المريضه عملت معاها احسن حاجه وطلعت بويضات جودتها مش كويسه، خلاص ما هو ده نصيبها ودي فيسيولوجي بتاعها في الوقت دوت، والله سبحانه وتعالى اعلم. انها ممكن بعد كده في محاوله تانية، انا عارف ان المحاوله ما بتبقاش سهله وعارف انها بتكلف فلوس كتير، لكن ممكن بعد كده تطلع احسن من كده بكتير، وممكن برضو للاسف تطلع نفس الطريقه ونفس الجوده اللي مش كويسه، ولكن انت في النهايه عملت اللي عليك. لكن لما تجيلك مريضه هايبر ريسبوند طلع منها 3 بويضات وهي المفروض تطلع 20 بويضه 18 بويضه 17 بويضه، لا يبقى انت ضريت المريضه بتاعتك وما نفعتهاش وما جهزتهاش كويس وخدتها في وسط شغلك. طيب اللي انا عاوز اقوله ايه يا جماعه؟ اوبتمايزيشن يساوي tailoring and personalization. شكرا.